أنا مفروسة قوي يا ديدي من البنت اللي اتوظفت جديد دي. المدير ملهوش سيرة غير تقى عملت تقى سوت، تقى أشطر واحدة. لو كمان إيه عايز يرقيها لو نفذت المشروع اللي مكلفها بيه. إحنا الأقدم يا ديدي وإحنا الأولى بالترقية. عندك حق يا سهى، بس هي الصراحة بتعمل كل حاجة تطلب منها، وبتنجز حاجات كتير قوي في نفس الوقت، حتى الحاجات اللي كنا بنرفض نعملها. وكمان منتظمة قوي في المواعيد. أنا مش عارفة بتعرف تعمل كل ده إزاي. أنا عندي فكرة هتلغي الترقية بتاعتها ويمكن كمان تخلصنا منها خالص. المشروع اللي هي هتترقى بسببه فاضل على تسليمه يومين، والدوسيه بتاعه أنا عارفة مكانه على المكتب. هعمل لنفسي وأنا بشرب النسكافيه إنه اتدلق عليه، وبكده مش هتعرف تكمل وهيتهموها بالإهمال ومش هتترقى. أنا هتجنن يا ديدي، اليومين عدوا وقدرت تنفذ المشروع وتسلمه في ميعاده، لا وكمان اترقت وأخدت مكافأة. أنا مش عارفة هي عملت كل ده إزاي رغم إن أنا بوظت لها الدوسيه. أنا أنا مش عارفة أقولك إيه يا سهى. كل اللي أنا أقدر أقولهولك دلوقتي إن مدير الشركة منتظرك في حجرة الاجتماعات ضروري دلوقتي. تعالي يا سهى، مش كنتي عايزة تعرفي إزاي تقى اترقت رغم كل اللي انت عملتيه؟ ما تتفاجئيش، انا كنت عارف مخططك من الاول، لان وانت بتتكلمي كنت فاكره ان كاميرات الشركه كلها بايظه وما تعرفيش انها اتصلحت في نفس اليوم الصبح. وعشان كده لما شفت مخططك عملت حسابي واديت لتقى نسخه تانية من الدوسيه من غير ما تعرف السبب ايه. وعشان كده انت ما ينفعش تكملي معانا في المنظومه دي، ولازم تقدمي استقالتك في اسرع وقت.